العنوان مقارنة. النار ضد الجليد الجاف، إيه اللي هيحصل؟ في الفيديو ده هنعمل تجربة غريبة ومثيرة. يا ترى إيه اللي هيحصل لو ولعنا نار وحطيناها على حتة جليد جاف؟ ممكن تتوقع إن الجليد هيسيح أو النار هتبقى أقوى، بس الحقيقة مختلفة تماماً. أول حاجة، تعالوا نعرف يعني إيه جليد جاف. الجليد الجاف مش تلج عادي، ده عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون متجمد، ودرجة حرارته حوالي 78 تحت الصفر. والأغرب إنه لما بيتعرض للهواء ما بيسحش، بيختفي ويتحول لغاز على طول. يلا بينا نبدأ التجربة. ولعنا شمعة صغيرة وجبنا حتة جليد جاف وحطيناها فوق النار. في الأول هتلاحظ إن النار بتبدأ تهدى شوية بشوية، وبعدين فجأة تنطفي تماما. طب ليه؟ هو الجليد أقوى من النار؟ الحكاية كلها في الغاز اللي بيطلع من الجليد الجاف. ثاني أكسيد الكربون ده ما بيساعدش النار تولع، بالعكس بيطرد الأكسجين اللي حوالين النار، فالنار بتتخانق وتنطفي. يعني ببساطة النار مش قادرة تقف قدام الجليد الجاف. تجربة غريبة ومفاجأة، صح؟ كنت متوقع النتيجة دي؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناة موسوعة الحياة علشان تشوف تجارب أكتر زي دي.